هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة الرهنة حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 4 من فبراير. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي للفنان الإريتري الشاب نبيل عثمان في أغنية صدقيني، ثم نقدم لكم بعد الفاصل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص الجزء الأول منها لتناول رحيل الشهيد إبراهيم يونس في أسمرة، ونخصص الجزء الثاني لتناول تطورات فتح الحدود بين إريتريا والسودان. فمتابعة طيبة أتمناها لكم، وأهلا وسهلا بكم. وفي صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم أبرز عناوينها. تشييع جثمان الشهيد إبراهيم يونس إلى مثواه الأخير. الرئيس السوداني يعلن فتح الحدود الإريترية السودانية. السعودية تنهي تحقيقات بالفساد وتستعيد 106 مليارات دولار. توقعات بإصدار الكونغرس الأمريكي لقرار ينهي دور الولايات المتحدة في حرب اليمن. أخيرا، المملكة المغربية تعلن عن دعمها لرئيس البرلمان الفنزويلي. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. شيعت البلاد ظهر يوم الخميس الماضي في العاصمة أسمرة جثمان الشهيد إبراهيم يونس، والذي أسلم الروح إلى بارئها في زنازين النظام البائد في العاصمة أسمرة يوم الأربعاء الماضي. والشيخ إبراهيم يونس هو أحد أعضاء مجلس آباء مدرسة الضياء الإسلامية الذين تم اعتقالهم بعد انتفاضة مدرسة الضياء الإسلامية في أكتوبر من عام 2017، وكان برفقة الشيخ الشهيد موسى محمد نور. للمزيد من التفاصيل حول الرجل ومواقفه، تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. قالت وكالة السودان للأنباء بأن الرئيس السوداني عمر البشير أعلن فتح الحدود مع دولة إريتريا، وقال في خطاب أمام الجماهير في ولاية كسلا أن ما يجمعنا مع إريتريا أكبر مما يفرقنا. وأشار الرئيس البشير لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري باستاد البشير الأولمبي بمدينة كسلا إلى روابط الدم والتاريخ التي تربط بين الشعبين السوداني والإريتري، وقدم الرئيس السوداني شكره لإريتريا رئيسا وحكومة وشعبا. أيضا وللمزيد حول هذا الخبر، تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز اطلع على التقرير المقدم من ولي عهده محمد بن سلمان رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، ووجه الملك سلمان بإنهاء عمل اللجنة التي أشار تقريرها إلى تسوية مالية مع متهمين بالفساد أدت إلى استعادة خزينة الدولة 400 مليار ريال، أي ما يساوي 106 مليارات دولار، ذلك حسب بيان صادر عن الديوان الملكي يوم الخميس الماضي. وأوضح البيان أنه تم استدعاء 381 شخصا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة جميع ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، مبينا أنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد وإجراء التسوية مع 87 شخصا آخر بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم بالتسوية. وحيل 86 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم. وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد الثابتة بحقه 8 أشخاص فقط، تمت إحالتهم إلى النيابة العامة وفق ما جاء في البيان السعودي.
وتابع البيان أنه تمت استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت 400 مليار ريال، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. وبذلك تكون اللجنة قد أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب الموافقة على إنهاء أعمالها. وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر في 4 نوفمبر من عام 2017 أمرا ملكيا يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. وفي نفس السياق تم إطلاق سراح المليونير السعودي محمد العمودي بعد تجريده من 30 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 10 مليارات دولار. والعمودي هو أكبر مستثمر في إثيوبيا. ذكرت البي سي في خبر لها من واشنطن أن أعضاء الكونغرس يتوقعون أن يوافق المجلس على تبني قرار ينهي أي دور للولايات المتحدة في الحرب الدائرة في اليمن، مما قد يجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استخدام حقه في النقض الفيتو للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة كي يتمكن من الاستمرار في دعم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وفي هذه الأثناء قال وزير الدولة الأماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة له على تويتر أن التحالف بقيادة السعودية مستعد لاستخدام قوة محسوبة بدقة لدفع الحوثيين للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية باليمن بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة. عبرت السلطات المغربية يوم الثلاثاء الماضي عن دعمها لرئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، مرحبة بالتدابير التي اتخذها من أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي وفق ما جاء في بيان رسمي. وأجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة محادثة هاتفية مع غوايدو بطلب من الأخير بحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية. وأعرب بوريطة لغوايدو عن دعم المملكة لكل التدابير المتخذة من أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي نحو الديمقراطية والتغيير، وذلك بحسب البيان الذي لم يذكر إذا ما كانت الرباط قد توقفت عن الاعتراف بالرئيس نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا. وعبر غوايدو من جهته عن رغبته في إعادة إحياء علاقات التعاون بين المغرب وفنزويلا ورفع المعوقات التي حالت دون تطورها. يذكر أن العلاقات بين الرباط وكاراكاس متوترة بسبب موقفها الأخير من الصحراء الغربية التي تشكل أولوية بالنسبة إلى الدبلوماسية المغربية. من ناحية أخرى أكد البرلمان الأوروبي دعمه لرئيس البرلمان الفنزويلي ضد الرئيس مادورو حتى إجراء انتخابات شفافة في البلاد، كما قال بيان للبرلمان الأوروبي. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. تشييع جثمان الشهيد إبراهيم يونس إلى مثواه الأخير. الرئيس السوداني يعلن فتح الحدود الإريترية السودانية. السعودية تنهي تحقيقات الفساد وتستعيد 106 مليارات دولارات. توقعات بإصدار الكونغرس الأمريكي لقرار ينهي دور الولايات المتحدة في حرب اليمن. وأخيرا المملكة المغربية تعلن عن دعمها لرئيس البرلمان الفنزويلي. المستمعين والمستمعات الأفاضل، فيما مدى من وقت قدمت لكم نشرة للأخبار من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة أرينا. المستمعون والمستمعات الأفاضل، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي. ونخصص حلقة اليوم لتناول استشهاد الشيخ إبراهيم يونس في زنازين النظام الغاشم في أسمرة، ونخصص الجزء الثاني لتناول تطور العلاقات الإقليمية بين إريتريا والسودان بعد فتح الحدود السودانية الإريترية. متابعة طيبة أتمناها لكم. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. ونبدأ جولتنا من العاصمة أسمرة،
والتي شهدت يوم الأربعاء الماضي حدثا حزينا آخر من سلسلة الأحداث التي لا تنتهي والتي أصبحت البلاد مرتعا لها. ففي 31 من يناير الماضي استشهد في زنازين نقطة البوليس رقم 5 أو ما يعرف بمدبر بوليس حمشته الواقع بالقرب من رئاسة وكالة الأمن القومي التي يرأسها الجنرال أبراها كاسا، استشهد في ذلك اليوم الحزين الشهيد الفقيد الراحل إبراهيم يونس، وهو أحد أعيان حي آخرية ومدينة أسمرة وعضو مجلس الآباء في مدرسة الضياء الإسلامية. هذه إذاعة إرنا. عرف الشهيد إبراهيم يونس بأنه أحد رجال الأعمال البارزين في العاصمة أسمرة، حيث تخصص في بيع وشراء مواد البناء عبر متجره الواقع بالقرب من المعهد الديني الإسلامي في أسمرة، واستمر في العمل في هذا المجال لفترة طويلة. وإضافة لعمله التجاري، اشتهر الشهيد إبراهيم يونس بكونه أحد الناشطين في حي آخرية في أسمرة، حيث تقع مدرسة الضياء الإسلامية والتي تأسست بجهود خاصة لسكان الحي، وظلت طول فترة عملها بعيدة عن سيطرة الجهات الحكومية المتعاقبة. وكان الشيخ الشهيد إبراهيم يونس قد تولى رئاسة مجلس آباء مدرسة الضياء في بداية أعوام 2000، وظل طوال تلك الفترة ينشط من داخل وخارج المجلس، ولم يكتفي بالعمل في المجلس، بل شهدت المساجد والخلاوي بنشاط ودعم ملموس له، حيث كان رمزا للعمل الخيري في ذلك الحي المميز. ورغم عمله وتوجهه الإسلامي والخدمي لصالح أبناء أمته، فقد احتفظ بتاريخ وعلاقات متميزة مع أبناء قومية التجرينيا المسيحيين في الحي، إضافة لعلاقته بهم في السوق من خلال العمل الذي تربط شبكته الواسعة بكل الناس من عدة طوائف وملل، ويشهد له القاصي والداني بحسن المعشر وطيب الأخلاق. هذه إذاعة إرنا. اعتقل الشيخ الشهيد إبراهيم يونس في نوفمبر من عام 2017 بعد انتفاضة مدرسة الضياء الإسلامية بصحبة كوكبة من رجال الوطن الأبرار، وعلى رأسهم الشهيد الشيخ موسى محمد نور، والذي تحدى الطغيان وجاهر بالتحدي دون ما كلل حتى لقي وجه ربه وهو بين جدران الزنازين. والآن وبعد ما يقارب 10 أشهر من وفاته، ها هو رفيق دربه يلحق به، وهو أيضا في زنازين النظام الاستبدادي الذي لم يرحم سنه الذي نافى عن 70 عاما، ولم يرحم مرضه وحاجته الماسة للرعاية الطبية، إذ ظل الشهيد يعاني ومنذ فترة ليست بالقصيرة من مرض ارتفاع ضغط الدم المزمن. وحسب كل ما توفر لدينا من معلومات، فإنه تعرض لكافة صنوف المضايقات داخل الزنازين بغرض الكشف عن الجهات التي كانت وراءهم، كما تقول الحكومة الواهمة وأذنابها. ولكن لا الرجل ولا رفاقه جبنوا ولا خانوا، وظلوا على المبادئ حتى لاقوا وجه ربهم وبقوا رموزا في سجل الوطن الخالد. ويحسب لهم أنهم لم يهادنوا عندما عرض عليهم النظام إطلاق سراحهم بشروط، لكن لا أحد منهم قبل بالعرض، مفضلين السجن والموت على العار والقبول بالذل والخنوع. وأمامهم تاريخ طويل من تضحيات أبنائهم وبناتهم، وآلوا على أنفسهم أن لا يخونوا الأمانة حتى يلاقوا وجه الله عز وجل. وسوف يكشف التاريخ مآثرهم التي لن تستطيع هذه الأيدي الملوثة بالدم والعار أن تمحوه. ولا نقول في الختام إلا رحم الله الشهيد الشيخ إبراهيم يونس، وألهم آله وذويه الصبر وحسن العزاء والحرية لكل أسر الحرية والعدالة في إريتريا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى تعليق حول، ونقدم لكم الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي والذي نخصصه لفتح الحدود السودانية الإريترية. متابعة طيبة أتمناها لكم. هذه إذاعة إرنا.
كما تابعتم أعزائي المستمعين والمستمعات في صدر نشرتنا لهذا اليوم، فقد تناولنا خبر فتح الحدود الإريترية السودانية من الجانب السوداني، حيث أعلن الرئيس عمر البشير إعادة فتح الحدود مع الاحتفاظ بحالة الطوارئ في ولاية كسلا. الرئيس البشير نفسه كان من أعلن عن قفل الحدود بين البلدين في نهاية عام 2017 وسط زمجرة وكيل لاتهامات لإريتريا بأنها تعد وبالشراكة مع مصر إلى هجوم واسع ضد السودان من معسكر ساوا. وحينها تناولت وسائل الإعلام السودانية أخبار لتواجد قوات مصرية وخبراء عسكريين مصريين في غرب إريتريا، والآن الاستعدادات تجري على قدم وساق لهجوم واسع ضد البلاد. وأكدت هذه الوسائل أيضا إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لشن هجوم واسع ضد السودان. هذا التطور جاء في ظل خلافات مستحكمة عصفت بالمنطقة، أولها تدهور العلاقات السودانية الإريترية بعد شهر عسل طويل، وثانيها تحسن العلاقات بين السودان وإثيوبيا تحت قيادة رئيس الوزراء السابق هيلي مريم دسالين. وفوق ذلك كله هو تعكر العلاقات المصرية السودانية ووصولها إلى درجة اتهام مصر بتسليح حركات المقاومة في دارفور بالسلاح والمعدات والآليات، حيث عرض التلفزيون السوداني حينها صورا لما سماه ناقلات جنود مصرية وأسلحة مرسلة من القاهرة. وكانت العلاقات بين كل من تركيا والسودان تسير في تحسن مضطرد أقلق القاهرة وأسمرة في وقت واحد، خاصة وأن أسمرة والقاهرة حافظتا على علاقات جيدة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تركيا من ناحيتها دخلت على الخط الساخن بين الخرطوم والقاهرة، وقام رئيسها رجب طيب أردوغان بزيارة إلى السودان زار فيها مدينة بورسودان، وقام بالتوقيع على عقد مع السودان يخصص فيه الأخير ميناء سواكن لتركيا. وصرح الرئيس التركي بأن بلاده سوف تطور الميناء وسوف تستخدمه كذلك لأغراض أخرى. هذا التصريح أخاف كل من أسمرة والرياض التي أبدت انزعاجها من التقارب السوداني التركي. في تلك الأثناء خرجت أسمرة عن صمتها، وقال الرئيس الإريتري بأن السودان وقطر يعدان لهجوم ضد بلاده، وأن إثيوبيا طرف في ذلك التآمر الممول من دولة قطر على حد قوله. ولم تكتفي أسمرة بذلك، بل شنت هجوما على تركيا ووصفت تواجدها في ميناء سواكن السوداني بأنه محاولة لإعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية الغابرة، وأن تركيا تسعى للعب أدوار في القرن الأفريقي غير مرحب بها. وعكست هذه التصريحات التوجس الإريتري من التواجد التركي في المنطقة، ولكن أنقرة بدورها لم تنجر إلى الحملات الإعلامية ضدها. هذه كانت الظروف الدولية التي أعلن فيها الرئيس السوداني قفل الحدود الإريترية السودانية وإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا وحشد الجيش السوداني وميليشيات على الحدود. ولكن أسمرة تعاملت مع كل المسألة ببرود، واصفة الخطوات السودانية بأنها محاولات لصرف انتباه الشعب السوداني عن الأزمات في الداخل. هذه إذاعة إرينا. اليوم وبعد انفجار الوضع في السودان عبر التظاهرات الحاشدة والهبة الشعبية المطالبة باجتثاث النظام، يقوم الرئيس البشير بفتح الحدود بين البلدين، وله في ذلك اعتبارات مرتبطة بشكل أساسي بالوضع وكانت حركة التجارة تسير لصالح السودان، وذلك عبر تهريب الوقود والسلع الاستهلاكية إلى داخل إريتريا، مما شكل تجارة لقطاع كبير من المهربين. لا يتزامن فتح الحدود مع أي تقارب سياسي بين السودان وإريتريا، لأن إريتريا تنظر إلى الخرطوم بعين الشماتة، خاصة بعد تدهور الأوضاع الأمنية فيها. وخلال الفترة الطويلة لقفل الحدود لم تكن أسمرة على عجلة من أمرها لفتح الحدود مع السودان، خاصة وأن فتح الحدود مع إثيوبيا دفعها إلى تجاهل حدودها الغربية المغلقة مع السودان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في الأخير، الخطوة السودانية الأخيرة تؤكد بأن الزعماء عندما يقررون فهم لا يضعون مصالح شعوبهم في الاعتبار، فهم يغلقون الحدود وتحت أي مبررات، ثم يعودون فتحها تحت مبررات جديدة، والشعب في الحالتين يقف موقف المراقب فقط، ولكن
لا يفوت عليه فهم الأسباب الحقيقية التي تدفع زعمائه الطغاة إلى تلك التصرفات، وتظل الشعوب في أبسط حالاتها هي المستفيدة والمتضررة من الخطوات غير المحسوبة لزعمائها، والتي يحركها روح العداء الإقليمي. وظاهرة قفل الحدود الإريترية السودانية هي خير دليل على ذلك. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم في الجزء الثاني من برنامج تعليق على الحدث إلى تعليق حول حدث فتح الحدود الإريترية السودانية الذي تم في الأسبوع الماضي. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعي ومستمعات الأفاضل، أعيد تذكيركم بموجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تشييع جثمان الشهيد إبراهيم يونس إلى مثواه الأخير، وذلك في العاصمة أسمرة يوم الخميس الماضي. الرئيس السوداني يعلن فتح الحدود الإريترية السودانية. أعلن الرئيس البشير فتح الحدود مع إريتريا، وقال في خطاب جماهيري أن ما يجمع السودان وإريتريا أكبر مما يفرق. السعودية تنهي تحقيقات الفساد وتستعيد 106 مليارات دولار. ذكر بيان للديوان الملكي السعودي بأن التحقيقات في تهم الفساد انتهت، وأن السعودية استعادت 400 مليار ريال، أي ما يساوي 106 مليارات دولار. توقعات بإصدار الكونغرس الأمريكي لقرار ينهي الدور الأمريكي في حرب اليمن. من المتوقع أن يصدر الكونغرس الأمريكي قرارا ينهي التواجد الأمريكي في حرب اليمن، مما قد يدفع الرئيس الأمريكي إلى استخدام حق الفيتو ضد القرار. وأخيرا، المملكة المغربية تعلن عن دعمها لرئيس البرلمان الفنزويلي. أعلنت المملكة المغربية عن دعمها لرئيس البرلمان الفنزويلي ضد الرئيس نيكولاس مادورو، وجاء هذا الموقف المغربي لاعتراف فنزويلا بحركة البوليساريو. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى موجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في ختام برنامجنا لهذا اليوم مستمعي ومستمعات الأفاضل، لا يفوتني إلا أن أذكركم بأنكم دوما يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.